السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي هو غير كل الفيديوهات، لأن هذا الفيديو فيه قيم وفيه أخلاق وفيه توجه ديال معين ديال الدولة فين كيمشيو، وبنظرا اللي كنشوفوا وهذا المحتوى هذا اللي هو صيني، اللي هو شوف المحتوى ديالهم بدون بروتوكولات، بدون كيحتاجوش. شوف دابا الصين فين مشات من هذا وروشيما، ودابا فين مشات من العلم والاساتذه. واللي طال الانتباه ديالي بالخصوص هو طريقه الاستاذ كيفاش دار. وغادي نخليكم ما نحرقلكوش المراحل اللي بغيت نشوف انا هنايا. شوف كيرفعوا من قيمه الاستاذ، وكيرفعوا من قيمه ديال القيم اللي فاليو، يعني القيمه ديال المستوى الاخلاقي في القسم. بعكس حنا كيتبعوا معصا. نخليكم ما نحرقلكوش المراحل. شوف. بعد أن تشاجر هذان الصبيان في الفصل، خطرت لمعلمتهما فكرة رائعة، فقد جعلتهما يقفان على هذا الكرسي وأمرتهما أن لا يتحركا. وقف كلاهما هناك وهما لا يعرفان ما المغزى من ذلك، ونظرا لصغر حجم الكرسي فقد أحدهما توازنه وكاد أن يسقط، فقام الآخر بالإمساك به على الفور. كان عليهما أن يستمرا في التمسك ببعضهما البعض حتى لا يسقطا، لتظهر الابتسامة على محيا الجميع بعد أن فهموا المغزى من الكرسي. وهكذا جعلتهما المعلمة يتصالحان، وربما أصبح أفضل الأصدقاء. بعد أن تشاجر هذان الصبيان. شفتوا دابا كيفاش دايره القضيه؟ يعني هنا القيم الاخلاق، شوف الطريقه كيفاش دارت لهم باش كيتسموا هما كيرفعوا من الاخلاق. وشوف كيفاش ولاو اصدقاء. وشوف كيفاش دار الطريقه اللي هي ذكيه، وقفاتهم جنب الكرسي باش كل واحد غادي يشد من بعضو. يعني المجتمع كله حنا كنواصيو بعضياتنا، ماشي خصنا نضربوا بعضياتنا هذا هو الطريقه ديال حجم الكرسي، يعني صغير وطريقه واعره وذكيه بزاف، اللي كنرجعوا للعكس ديال الدول العالم الثالث اللي دابا كنشوفوا حنا كيعطيوهم العصا. يعني كيفاش فكرت أن يستمرا في التمسك